بتشتري ضاني وبتقول هو ليه طلع ناشف؟ ليه الريحة كانت قوية؟ ليه طعمه مش زي المطاعم؟ استنى بس، الموضوع مش في اللحمة وبس، الموضوع في انت بتتعامل معاها ازاي. النهاردة هقولك سر الغنم والماعز والجدي، امتى تعلي النار وامتى توطيها، وازاي تخلي الطعم هو اللي يتكلم. ركز معايا، لان بعد الفيديو ده ولا ضاني هيطلع ناشف منك تاني. الضاني، الغنم، الماعز، الجدي. الفرق في توزيع الدهون والحرارة. لحم الغنم الدهون فيه متداخلة بين الألياف، وده يخليه يستحمل حرارة عالية من غير ما ينشف بسرعة، ممتاز للشوي والتحمير القوي. لحم الماعز دهونه أقل بكتير، فلو عليتي النار عليه زيادة هيشد معاك وينشف، بيحب التسوية الهادية والبطيئة أكتر. السن وتأثيره على القوام. الخروف الصغير الجدي أليافه قصيرة وطرية، يستوي أسرع وطعمه أهدى. الخروف الكبير كل ما العمر يزيد الألياف تقوى، محتاج وقت أطول وتسوية أهدى علشان يطلع طري. سر الرائحة والنكهة. الرائحة المميزة للضاني جاية من المركبات الدهنية، كل ما الدهون أكتر والعمر أكبر النكهة تبقى أقوى. نصيحة مهمة، لو عايز النكهة أهدى شيل الدهون السطحية قبل الطبخ، عايز الطعم يضرب سيب جزء منها. دليل البهارات حسب طريقة الطبخ. في السلق لورا مع حبهان مع قرفة مع فلفل اسود حب، بس كده سيب الطعم يطلع لوحده. في الفرن توم مع روزميري مع زعتر مع كزبرة، ريحة تفتح النفس وتعمل توازن مع الدهون. على الفحم ملح خشن مع فلفل طازج مع روزميري، بلاش تزود، الفحم هو النجم هنا. القاعدة الذهبية، قطعة اللحم الصح، طريقة الطبخ المناسبة، بهارات متوازنة، يعني الطعم هو اللي يتكلم. وما تنساش تصلي على الحبيب واعمل لايك وشير علشان نوصل لأكبر عدد ممكن.